الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويسعد لي اوقاتكم يا بنات، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. رح احاول ما ندرجكم الفيديو هلا بسرعه مشان رح انزلكم اياه وما اتاخر كتير عليكم. هون عم حاول انه طعم العصافير ودربهم يطلعوا على ايدي. هلا عندي العصافير هدول مفرخ، هيك بتحسبوهم مثل واحد متوحش وواحد عاقل. فالمتوحش دائما بتكون هي البنت والعاقل بكون هو الشاب، ما بعرف ليش هيك. يلا هو هيك الصراحه، يعني بكون الشاب عاقل والبنت هيك قادره، ما بعرف. المهم فعم بحاول انه دربهم انه طالعون على ايدي وما اخليهم يطيروا، وكمان انه ياكلوا بايدي لاني بتحسون بالقفص مثل مستوحشين. فلازم كل يوم انه نعمل هالطريقه، انه اطلعهم من القفص، اطعميهم، احاول العبهم شوي وارجعهم على القفص. مش هيك مشان شو؟ مشان يتعلموا انه علينا. بس هون انا شو عم بعمل؟ ما عم حط لهم اكل كتير، انه مشان ما ياكلوا هيك ياكلوا ويشبعوا على الاخير. عم حط لهم شويه اكل انه شي كفايته، ما عم حط لهم شي زياده. هلا وعلى فكرة أنا ما بعرف إذا هن بنتين لصبيين، ما بعرف الصراحة، يعني إذا جايين بنتين أو صبيين أو بنت وصبي ما بعرف. عجب شلون الواحد إنه لازم يعرف. قال شو؟ قال من منقاره، إذا منقاره كان لونه أزرق معناته صبي، أما إذا لونه أبيض على زهري معناتها بنت. هدول اثنيناتهم منقارهم لونه أبيض، معناتها أشو اثنيناتهم بنت. مع انه امهم وابوهم لونهم اخضر، الاب لونه اخضر والام لونها زرقاء. انه ليش هدول هيك جايين صاديات ما بعرف. لازم يجوا مثل امهم وابوهم، فجايين هنين غير شي. مو بقولوا بطن الام بستان يا ستي، بهدول صدقوا. هلا على اساس الابيض لعلي والاصفر ليحيى، فانا عندي الاصفر متوحش اكثر من الابيض. واذا لسه نسيانين تحطوا لي لايك، حطوا لي وتسلم ايديكم كلياتكم. وبعرف كلياتكم مشغولين بصلاتكم وبشر اغراضكم وبتعزيلكم وبترتيب بيوتكم، والله يعطيكم الف عافيه كلياتكم. وهلا راح اخذكم معي. جيت هون اصور هيك شويه اسعار. هيك شي 550. هلا شوفوا لي هذا الطقم سعره 500. اول ما دخلنا على المحل طلعوا اللي عنده اولاد، انا ما عندي اولاد. اول شي لقيت على لبس الولاده، اما اختي ما عندها، تدخل من دخلتها لتروح تجيب له لبس لجوزها. قلت لها بس يصير عندك بيبي فما بتسالي انه تجيبي اغراض لجوزك، بتركضي اول شي على اغراض البيبي. هلا ابني طالبين اغراض من المدرسه عكس هالالوان، انه القميص احمر والبنطلون ابيض. اللي تعي بقى حصلي اذا بتحصلي. هي اغراض الولاديه، شايفي الاسعار. هاي بناطيل جينز بس طبعا الصغار. ها هدول اللي طلعوا شقد 320. قال اختي التوأم بتصورها لاختها، بتقلها اذا بتجيبي بنت فرح اجيب لك هاد، سعره كمان 300. واذا بدها تجيب صبي ايش بدها تجيبي لها؟ ها لا. شايفين هدول الطقم هن هو الفوق، هدول سعر الواحد 200. يعني بلبسوا من عمر بنتي واكبر شوي، 2 تقريبا. اختي طلعت ما احلى ما زيادة شروال ما عجب. تعالوا هلا بدي ادخلكم على اليوز بيش. وين؟ على اليوز بيش. كل الصبايا سألوني على الشاي الاخضر، طلعوا نفس الالوان بس لا تاخذوا من هاد، خذوا من هاد. هاد تمام. كم واحدة تاخذي؟ ما شاء الله اثنين. حلو على فكرة هذا بنحبه أكثر من الشاي نحن. رح آخذ تنتين أنا تنتين أختي لأني عطوه بينفقد. تعي قال لك شو بدي أجيب كمان؟ بدي أجيب من هاد كمان كابتشينو، هاد سعره 6 ليرات. رح آخذ كمان 2. هاد فاتحينه الجماعة ضايقينه، يعني أنا ما بدي أدوقه. هذا يغضي له الكيس بقى، انتبهوا هو بيجي هيك. استنى هات 2. اختي مرة تبعتي لأميرة هدية، مرة تجيبي لأميرة هدية.
هدية لك اختي. خلص يا هي تنتين. كل هدول لميرة. كل هدول لميرة. الله يرزقك إلهي. هلا بعد تصويت ايدي رجعي لأصدقك. يعني ارجع اجيب سلة تجبرني اشيلهم هيك في ايدي. والله هيك تمام. نجيب شو هاي؟ الله مكعبات ما حبيتها. وهاي شو؟ فاضي. وهاد شو؟ هذا التصليح ما حبيته. وهذا اخر يوم بالمدرسة ليحيى. رجعت من المدرسة لقيت ابن عمي عم بيستناني. نروح البازار نشتري الغراض. يلا امشي مع بعض. كيفك؟ تعال. هلا هون بلشت تغيب الشمس. شايفين؟ الجو صار ما احلى. هاي رجعنا على البازار. يا ويلي على الزحمة. أول شي جينا على البطاطا. هاي جينا على الفريز. هاي وصلت. شفتوا لي اسعار الراتب اللي بالمول. الصراحه ما غاليات كتير يعني. حتى اذا بدك بس قميص واحد للاولاد كتير حلوات هيك. لهم كابيشوني ابوعات سعر الواحد 250 ليره وفي ب200 ونوعيتهم كتير كويسه. ديروا بالكم كتير من القمصان اللي بترجع لك يعني جد حرام حقها. فانتوا حاولوا انه تاخذوهم اللي ما بيرجع لكم. اللي بيبقوا رقيقين كتير هذا ما بيرجع لكم. اما اللي بيجي فيهم خشونه فهدول بيرجع لكم. هون انا سلقه معكرونه قبل ما اروح. تتذكروا نهار سلقتها يعني لساتها في البراد. فقلت هلا رح اطبخها. وكنت مطالعه لحمه وفرمه بصله وكل شيء يعني جاهز بس انه بدي اطبخها. هون ابن عمي بس راح جاب لي كبابه. قال لي جاي على بالي تقلي لي كبابه. طلعوا هي اسمها كباب الديك. عرفتوا يعني مو بالفروج. كباب الديك كتير طعمتها طيبه خصوصي هيك للقلي. جربوها اطيب من كبابة الفروج. هاي الكبابة للشوي للهيك كتير بتطلع طيبة وطعمتها اطيب. حسيتها اطيب من الغنم. تخيلوش قد طعمتها طيبة. وهيك بتحسوها انه فيها زكاوي يعني ما هيك بتصير مثل اللاصقية او هيك بتضل هيك طرية. عرفتوا؟ فكتير طيبة بنصحكم انه تجيبوها. هون حطيت لها بس انا فليفلة ورشة ملح وبهار ونقوطة زيت مع انه هي فقط يعني دهنة كتير لاني هي بنخلط معها دهنة ما بيخلطوا معها شحمة. هون الله وكلكم انا رجعت رقد على المطبخ يعني. حتى لاحظوا انه شاكتي ما شلحتها بس انه بدي الحق انه اجهز الاكل قبل ما يقدم. هلا مو ما رح اعمل لا سلطة ولا رح اقلي بطاطا. الحمد لله خلصت. هون حطيت معلقتين دبس بندورة وحطيت مكعب ماجي ورشة ملح رشة بهار للمعكرونة. مو عم بطبخها بعجلة. فقال لي ابن عمي كتير طلعانة معك طيبة. قلت له الأكلة السريعة اللي بتطبخها انه بيطلع كتير طيب. والاكل اللي بتضلي ساعة من الصبح للمساء بتتفنني فيها الا ما يكون ناقصه شيء. لحقت لك الاكل ولا ما لحقت لك اياه؟ لك لو ما انا رح جبت لك اول بالتحديد. والله شو؟ اكله سريعه. الله هيك صار حكي؟ الله يسامحك. لك اغراضي ما شلحتن وانا عم برقد في المطبخ. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. العافيه. قلت لك روح لحالك على البازار يا اخي. اما الدار وضل بجهز اكل. لا تاخذك معي. لا ها شفت معناتها يوم الله لا يحرمني منك الهي. يلا ابن عمي شيل اللبن. شيله وديه يلا على البراد. هاي ليمون. عيني مو بقى شبيرة طريقي على الليمون. انا عارفه لك الكباب مقليتها. بدها تضل بالمقلية عشان تضل سخنة. اليوم الاكل اسرع من هيك ما هلا في هنيك بالمولات طقومة كتير حلوات وحبيتهم هيك يعني مثل بلوزة وبنطلون. في منهم جينز وفي منهم قماش وفي منهم عليقرة كتير مريحين ومسترين الصراحة. بس ما بعرف اذا رح اشتري منهم ولا لا. انا بس هيك شفتهم في اسعارهم 700 و500 و600 هيك اسعار الطقم. اما اذا بدك تاخدي بس جاكيت سعره 400 450 500. هاد بس جاكيت اذا بدك اياه. فما بعرف شو الله رح يختار لي واخذ لي هيك بدل على هالعيد. لاني اللي عندها اولاد اغلبتكم هيك اكيد انه بتهتم باغراض اولادها. بتشتري اغراض لاولادها وهي بتنسى حالها للاخير. يا بصح لها تشتري يا ما بصح لها. رايك تشتري قبل ما اكل اي شيء. والله لسه والله
أكلته؟ والله انت يا بياسم أصلا ربنا بكن أسير على زبد النظام. مطر دم يا بياسم. خلص اغفرنا يا رب، سامحنا انت. هلا نحن عنا تليفوناتنا بأذنه قبل الأذان، فأذن التليفون والله وأنا سمعت الأذان وراه أذن بسرعة يعني، فاشتهيت على الفريزر، شربت مي وقلت بس بدي آكل أول شي فريزة قد ما مشتهية عليها. فبيجي ابني بيقول لي ماما ليش أذن؟ أنا هون شوشني، وين أعرف إنه عارف اللقمة إنه أنا عم باكلها وشربت مي، ويلي إنه ما أكمل اللقمة. بس قال له والله أذن، قال لي ماما والله ما سمعته. فدقيت، لا طلعت، مو دقيت، دخلت على الجوجل طلعت أنا بأذن، فطلع 7:04 تقريبا بأذن. هون كانت الساعة 7:08. فأنا قلت له أذن ولك، يعني عن جد حسيت بالذنب وقت إنه قال لي ماما عن جد أذن لما أذن. هون قد ما اليوم شيت في الشوب، فأول ما عبيت قنية مي وحطيتها بالفريزر بس مشان تبرد لها شوي قد ما. لهون حبايب كنا وصلنا لآخر فيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وخلي لي إياكم، والله لا يحرمني منكم يا رب. سلامات.